تيتة رهيبة. القصة الكاملة لظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد. حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صورة تكشف عن وضع درس عن الفنانة سميحة أيوب في أحد مناهج العام الدراسي الجديد تحت عنوان شخصيات مصرية مؤثرة. وقد تلقى متابعو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه الصورة بعدد من التعليقات الساخرة، مثل تيتة رهيبة في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد، ومين فعشن ذاكرة تيتة رهيبة ونغفل عن الضوء الشارد. وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن هذه الصورة صحيحة، حيث قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن صورة الفنانة سميحة أيوب موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائي في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط آل مسرح. وقال المصدر في تصريحات صحفية تمت الاستعانة بصورة الفنانة سميحة أيوب كنموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب. وأضاف المصدر: وجود هذه الصورة طبيعي جدا في منهج المهارات والأنشطة للطلاب، وهناك نماذج من الشخصيات المصرية التي لها دور وتاريخ كبير في مختلف المجالات في المناهج الدراسية، وهذا الأمر ليس جديد في المقررات الدراسية. سميحة أيوب من مواليد 8 مارس 1932، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية بجانب أمينة رزق. كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947 متراً، وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت 75 عاماً. ولدت في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة، وكان عمرها 15 عاماً. ثم فيلم حب في سنة 1948. وفي سنة 1949 ميلادياً دخلت المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده. وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال، وهي فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950 متراً، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام. وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953 ميلادياً. انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975–1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.